الكون مليان أسرار، علم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا أمال أحمد وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. بدأنا معاكم سلسلة الأبراج المحيرة، وكشفنا عن طبعها وشخصيتها وإزاي بيأثر يوم ميلادها عليها وبيخليها محتارة ومش عارفة هي بتنتمي لأنهي برج. اتكلمنا عن 5 أبراج منهم، وهم الحوت حمل، والحمل تور، والتور جوزاء، والجوزاء سرطان، والسرطان أسد. وصلنا النهاردة للبرج السادس وهو الأسد عذراء، ودول الناس اللي بتولدوا يوم 20 21 و22 أغسطس. تعالوا نتكلم شوية عن البرج ده ونحلل شخصيته. جاهزين؟ يلا بينا. بصراحة اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص، لأن البرج ده مش عادي ولا طبيعي، ولا تتخيل صفاته هتبقى عاملة ازاي، لكن أنا هقولك بس خليك معايا. تخيل معايا كده شخصية مش بس بتجمع الحاجة وعكسها، لأ، ده كمان عامل ميكس غريب جدا بينهم، بيديله مميزات مختلفة وصفات استثنائية. ازاي؟ هقولك، بس قبل ما أقولك تعالى الأول ندردش شوية عن صفات البرجين دول، وهنبتدي بصفات برج الأسد. واحنا قلنا عنه قبل كده إنه شجاع، ذكي، وأنيق وطموح، كريم جدا، عاطفي وعملي في نفس الوقت، قيادي ومتسلط، وبيحب الظهور وعايز يحس إنه مركز الكون. ناجح قوي في شغله وفي كل مجالات حياته، علشان مركز جدا وما بيستسلمش بسهولة للمصاعب، بيتحدى نفسه كتير وساعات بيتغلب عليها. أما صفات برج العذراء فهو عقلاني وبيحكم كل حاجة بالعقل. العاطفة عنده مش مهمة قوي، ويعرف يعيش من غير حبيب، ولو خدمته الظروف يقدر يعيش سنجل وما يرتبطش أبدا. ما بيسامحش في حقه ولا يسامح اللي ظلمه. وعلى فكرة صحاب برج الأسد كده برضو، بس قلبهم أبيض، وساعات كتير بيسامحوا ويطنشوا قوي علشان المركب تعدي. صاحب برج العذراء جاذبيته جامدة، تحس إنه مغناطيس بيشدك ناحيته، أنيق قوي وعنده رقي في اختيار كل حاجة تخصه، ولما يختار حاجة تلاقيه بيتردد كتير لأنه عايز يظهر في أحسن صورة. هادي قوي وتقيل جدا في نفسه، وصعب يتأثر برأي حد أو يمشي بدماغ حد. من الآخر كده صوته من دماغه، وده بيوقعه في مشاكل كتير، خصوصا مع عيلته والقريبين منه. متزن وثابت، ودي صفات واخدها من عنصر التراب اللي بينتمي ليه، لأنه زي ما احنا عارفين برج العذراء برج ترابي، ناشف زي الأرض وصلب زي الجبال. من ناحية العيوب هي تقريبا واحدة عند البرجين، صورة طبق الأصل، يعني العند والصلابة والقوة والقيادة والتمسك بالرأي وحب الظهور والمادية. بس الصفة الأخيرة دي واضحة جدا عند أصحاب برج العذراء، لأن هم ماديين أكتر من صحاب برج الأسد. هنزود كمان عيب واحد عند أصحاب برج العذراء مش موجود عند أصحاب برج الأسد، وهو البحث عن الكمال. تلاقيه وهو قاعد كده لو شاف زهرية مش مظبوطة في مكانها يفضل يفرك لحد ما يعدلها. ويا سلام بقى لو طلب من حد حاجة وما عملهاش زي ما هو عايز، يبقى نهاره مش معدي ويستعد لخناقة لرب السما. موضوع الكمال ده بيخنق اللي حواليه جدا، وخصوصا لو في حياته ناس فوضوية ومتحبش النظام ولا النظافة.
بمناسبة النظافة، صاحبنا ده موسوس بيها، ولو طال يغسل الشوارع قبل ما يمشي فيها مش هيتأخر، ويوم ما تتبقع هدومه بأي حاجة ممكن ما ينامش الليل. والله زي ما بقولك كده. الشخص ده بيجمع بين عنصرين من البرج اللي بينتمي ليهم، وهما النار والتراب. النار من برج الأسد، والتراب من برج العذراء. وطبعا مش محتاجة أقولك العنصرين دول مخليين شخصيته عاملة ازاي، وخصوصا إن التراب بيطفي النار. عشان كده محتاج تعرف شوية معلومات حطهم في حسابك وانت بتتعامل معاه. يعني وقت العصبية ما تحاولش تجادله ولا تتناقش معاه، لأن العصبية دي نار، ما تخليهاش تكويك أو يحرقك بيها. وبلاش تخش معاه في منطقة العند ولا تدوسله على طرف، وخلي بالك من كرامته لأنها غالية جدا عنده. كمان سمعه كلام حلو كتير، وخلي بالك من كل التفاصيل. احذر قلبته لأنها وحشة قوي، وبتيجي بعد صبر طويل وفرص كتير. هقولك كمان على سر خليه بيني وبينك، الفلوس مهمة جدا عنده، فما تحاولش تقلل من أهميتها قدامه، ولا تقوله في يوم انت بتاع مصلحتك والفلوس أهم حاجة عندك. نيجي بقى للكواكب الحاكمة، وصاحبنا ده بيحكمه الشمس وكوكب عطارد. الشمس اللي بتحكم برج الأسد، وكوكب عطارد اللي بيحكم برج العذراء. والكوكبين دول مديله انسجام في شخصيته غريبة مميزة، وكمان بيحب الناس والتغيير والأناقة الزايدة والفخامة في كل حاجة. كمان هو اجتماعي قوي وما يقدرش يعيش من غير صحاب. الوفاء عنده سمة غالبة على شخصيته، لما يحب حد يشيله على دماغه، ولما يكره حد يشيله من فوق وش الأرض. أنا نصحتك وانت براحتك. بيقولوا عليه بخيل شوية وحسود، ودي بصراحة حاجة مشكوك فيها. هو بس ما بيحبش يشوف حد أحسن منه، وما بيعرفش يخبي كده جواه للأسف. لكنه في النهاية شخص جميل، هيحافظ عليك طول ما انت شايله في عيونك ومراعي مشاعره وواقف جنبه. كمان هو هيقف جنبك في الأزمات والمحن، ومش هيشتكي أبدا، لأنه صبور وحمول، وبيعرف يقدر الناس اللي في حياته، وبيحفظ الجميل. كده احنا خلصنا كلامنا عن البرج المحير بتاع النهاردة، والحلقة الجاية هنتكلم برضو عن برج تاني بيحير الناس معاه ونحلل شخصيته. استنونا.